مساء الهنا والسرور. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كويسين. سنة سعيدة عليكم وعلى اولادكم يا رب. تفتكروا دي ممكن نعمل بيها ايه؟ تفتكروها ايه؟ عاملة ايه دي ممكن تعمل لنا ايه؟ تعالوا نشوف ممكن نعمل بالاختراع الأنقون ده نعمل بيه ايه. يلا بينا. اي حاجة هعملها لازم ادخلها. الوصفة بتاعتنا اختراع وهتنفع جدا للمدارس. اول حاجة معانا كوبايتين الا ربع من الدقيق. كوبايتين الا ربع يعني كوبايتين الا معلقتين 3 تحت الطلب، زياده او نقص. هنحط هنا بقى 1 معلقه حراميه بيكنج باودر او كيك شيف، اي حاجه. بوله تاني وهنزل ب3 عدد بيض. تعالوا هنا يلا. تمام كده. تمام. هننزل بنص معلقه كده او باكت فانيليا، وهنزل ب3 معالق سكر، وهنزل بكوبايه لبن بنفس الكوبايه المعياريه اللي عايرنا بيها الدقيق. تمام. وهنزل ب3 معالق زيت. وبقى بصوا ضربا مربحا، ممكن هاند بلندر اللي عندكم او بايديك كده. المهم الايه، تخلطي القوام كويس. سنه ملح عشان يظبط بس الطعم لغايه ما توصل للمرحله دي كده. ابتدي بقى ايه، اقلب البيكنج باودر مع الدقيق كويس كده، وهنزل شويه شويه اهو واقلب. الخطوه دي هي سبب النجاح بتاع البانكيك. بصوا اول ما يدوب كده هتحسوا ان هو تقيل، لا قلبي فيه هيفك معاكي. بصوا كده انا ما ضفتش اي اضافات تانية. بصوا مش انا قلت لكم هيفك معاكم اهو. لازم يبقى القوام كده، وهنشتغل فيه على طول مش هنسيبه. رشة زيت وهنبتدي نمسحها بمنديل. تمام. وهيكون عاملين النار بتاعتنا على الدرجة الوسط، لازم تكون درجة متوسطة. وخدها تقليبة في كل مرة هعمل الحركة دي، لازم اقلبها وانزل بالمغرف قد ده كده، وعليه شوية كمان على قد الطاسة بتاعتي. وهبتدي انزل، هستنى له يعني دقيقة، وهبتدي الاقي ان في فقاعات ظهرت زي القطايف كده يا ولاد، ومن الجنب كده هبتدي ايه، هلاقي اللون ظهر. هقلبها بقى، خلي بالكم انتوا بتقلبوها. تمام. بصوا بقى، انا حبيت اوريكم اول واحده لازم تطلع معاكم كده، لازم. تمام. فانا حبيت اوريكم عشان يبقى كل حاجه مع بعض. ادي اول واحده. تعالوا بقى نشوف تاني واحده هتطلع معاكم شكلها البانكيك الاصلي اصلي اصلي. هتطلع معاكم تحفه، بس شرط ان انتوا تبردوا الطاسه ل 30 ثانيه او 40 ثانيه، لازم تبردوها عشان التانيه تلحق تستوي. وهنبتدي بقى، بص وادي التانية نفس الحركة عملناها بالظبط، بس حبيت اعيد الفيديو تاني. هناخد التالتة كمان. الكمية دي عملت معايا 5 بانكيك. بصوا بقى الجمال. رشي بقى معاكي كراميل، معاكي شوكليت، معاكي اللي تحبيه. ولو وصلت لحد هنا اوعي تنسي اللايكات ومتابعة وشير وكومنت حلو زيك، وجربي. ويا ريت تنزلوا لي كل اللي بتجربوه من وصفاتي، هنزله على الصفحة بتاعتي واقول ان دولت بتوع متابعيني الامارات. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد للمدارس او غير المدارس. باي باي.